هاي نرجع بالزمن لسنة 1928 تحديداً في رحلة مدرسية لمتحف في نيويورك. بطلتنا الأولى هي بي، بنت شقية جداً وفضولية لأبعد الحدود. في الوقت اللي المرشد بيشرح فيه للطلبة بي عينيها بتزوغ وتروح لتحفة تانية، ولما بتيجي تلمسها المدرسة بتزعق لها وتقول لها إن ده ممنوع، بس طبعاً الممنوع مرغوب. بي بتستنى المدرسة تديها ظهرها وبتقوم لمسة التحفة بكل برود، وهي بتتمشى بتلمح يافطة مكتوب عليها ممنوع الدخول، منطقة تجديدات. وطبعاً بي مش بتسمع الكلام، بتسحب نفسها وتدخل المكان الممنوع ده، وهناك بتشوف حاجة بتخطف قلبها، ختمين محطوطين في فاترينا إزاز، ومن غير ما تفكر بتمد إيدها وتاخد خاتم فيهم. بس فجأة حارس الأمن بيكبس عليها، وبي بتخبي الخاتم بسرعة وتعمل نفسها عبيطة وبتحاول تقنعه يسيبها تمشي. الحارس بيرفض طبعاً، فبتضطر تخرج من المتحف والخاتم لسه معاها عشان ما تتفضحش إنها حرامية. أول ما بتخرج للشارع الخاتم بيبدأ ينور بنور غريب جداً، وهي باصة للخاتم ومذهولة، ما بتاخدش بالها من العربية الطايشة اللي جاية بأقصى سرعة، وفي لحظة بتخبطها وتموت بيه في ساعتها عشان تتحول من بنت مليانة حياة لشبح محبوس في دنيتنا. تعدي سنين وسنين ونوصل لوقتنا الحالي. بطلنا التاني هو كول، ولد مراهق لسه ناقل لمدينة جديدة مع والدته كاترينا. الأم بتحاول تفرش البيت الجديد وتبدأ صفحة جديدة، بس كول كان عايش في ضلمة. والده لسه متوفي وحزنه عليه كان كسره، لدرجة إنه بطل يمسك الجيتار بتاعه أو يعزف مزيكا زي ما كان بيعمل مع أبوه زمان. في يوم وهو بيرتب أوضته بيلاقي باب سري صغير جوه الدولاب. الفضول بياخده ويفتحه، بيلاقي جواه ألبوم صور قديم وبايظ. الألبوم ده كان بتاع بي، البنت اللي ماتت زمان، ولما بيقلب في الصفحات بيقع منه الخاتم السحري إياه. كل ما بيهتمش قوي بيه وبيرميه على الأرض. تاني يوم الصبح وهو بيجهز عشان يروح المدرسة الجديدة بيدوس على الخاتم بالغلط وبيمسكه وبيلبسه في صباعه، وهنا بتحصل الصدمة. بيبص وراه بيلاقي بي واقفة بشحمها ولحمها. بي بتتخض أكتر منه لأن بقالها سنين طويلة محدش قادر يشوفها غيره. بتفهمه إنها شبح محبوس في الأوضة دي وإنها مش عارفة تخرج منها. كل اللي كان أصلاً حاسس بالوحدة بيوافق إنها تفضل معاه في الأوضة ويكونوا أصدقاء، بس بشرط إنها تبعد عن أمه عشان ما تتجننش. كول بيروح مدرسته الجديدة وهناك بيقابل مدرس أدب إنجليزي اسمه مستر بورتر. المدرس ده بيكلمهم عن رواية اسمها جاتسبي العظيم، وبيسأل كول لو قراها. كول بيكذب ويقوله لأ، والمدرس بينصحه إنه ما يعيش حياة مملة في الضلمة ويحاول يندمج. في نفس اليوم كول بيتعرف على بنت غريبة الأطوار بس ذكية جدا اسمها ليديا، واللي بتلاحظ إن كول حواليه هالة الموت، وبتقوله إنها تقدر تساعده بفضل جدها اللي عنده مكتبة للكتب الخارقة للطبيعة. العلاقة بين كول وبي بدأت تتطور. كول بيكتشف إن الخاتم هو اللي رابطهم ببعض، وإنه طول ما هو لابسه بيقدر يشوفها، فبياخدها ويخرجوا يكتشفوا العالم الحديث اللي هي ما شافتهوش. بياخدها تتفرج على الطيارات وبيروحوا حفلة تنكرية على طريقة جاتسبي، وهناك بيقربوا من بعض جدا وبيعيشوا لحظات رومانسية ولا في الأحلام. بس الحلو ما يكملش. ليديا صاحبة كول بتدور في كتب جدها القديمة وبتكتشف كارثة. الخاتم ده اسمه خواتم العشاق الفراعنة، وفي كاهن زمان لعنهم لدرجة إن أي حد يفرق الختمين دول عن بعض هيموت موتة بشعة ويفضل شبحه هايم في الأرض ومحبوس للأبد. والحل الوحيد لفك اللعنة دي هو إن الختمين يرجعوا لبعض تاني. ليديا بتكتشف إن الخاتم التاني لسه موجود في متحف نيويورك التاريخي وإنه هيتباع في مزاد بكرة. كول بيحاول يشتريه بالتليفون بس بيفشل، فكول بيقرر يقتحم المتحف مع بي بالليل في مهمة سرية، وبمساعدة ليديا بيدخلوا فعلا. كول بيلاقي الخاتم التاني. اللحظة دي كانت حاسمة، لو حط الخاتم بي هتتحرر وتمشي للأبد. كول بيلبسها الخاتم بس في آخر لحظة أنانيته وحزنه بيغلبوه، بيخاف يخسرها زي ما خسر أبوه، فبيقلع الخاتم تاني بسرعة ويخبيه في جيبه، وبيكدب عليها ويقول لها إن اللعنة ما تفكتش. بس الدنيا بتديله درس قاسي. في المدرسة بيستلم نتيجته في مقال جاتسبي وبيلاقي نفسه جايب مقبول. مستر بورتر بيشرح له الفكرة من الرواية إن جاتسبي كان فاكر إنه يقدر يرجع للماضي ويعيشه من تاني، بس دي كدبة، إحنا ما بنقدرش نرجع اللي راح. الكلام ده بينزل على كول زي الصاعقة، وبيفتكر كلام أمه لما قالت له إحنا بنفتقد أبوك علشان بنحبه. الحزن مش معناه إننا نفضل مكلبشين في الماضي ونوقف حياتنا. فكول بيفهم إنه بيعمل في بي نفس اللي كان بيعمله في نفسه.
حابسها معاه عشان خايف من الفقد. فكول بيقرر يواجه خوفه وبيمسك الجيتار بتاعه لأول مرة من يوم وفاة أبوه، وبيعزف في مسرح المدرسة. وبعدين بياخد قرار شجاع، بيروح المتحف لوحده وبيرجع الخاتم لمكانه الأصلي وبيودع بيه في سره للمرة الأخيرة. ولما بيرجع للبيت بيفتح ألبوم صور بيه القديم عشان يفتكرها، وهنا بتحصل المعجزة اللي هتخلي شعر راسك يقف. الصور اللي كانت فاضية في الألبوم بدأت تتملي، بس المرة دي صور لبيه وهي بتتخرج من الجامعة، صور ليها وهي طيارة زي ما كانت بتحلم، وصور ليها وهي بتتجوز وبتخلف وعايشة حياة سعيدة طويلة. القصة بترجع بينا فلاش باك لسنة 1928 في اللحظة اللي حارس الأمن قفش فيها بيه. المرة دي بنشوف بيه بتغمض عينيها وبترجع الخاتم مكانه في الفاترينا، وبتخرج من المتحف بسلام من غير ما العربية تخبطها. ولما كول رجع الخاتمين لبعض، هو مش بس حرر الشبح بتاعها، ده كسر اللعنة من جذورها وغير الماضي كمان، واداها فرصة تعيش الحياة اللي اتسرقت منها. في النهاية أصدقائي، الدرس هنا عظيم جدا. الفقدان بيوجع والحزن بيكسر القلب، بس لو فضلنا ماسكين في الماضي بالعافية مش هنعيش الحاضر، وهنأذي نفسنا والناس اللي بنحبهم. الماضي مكانه جوه قلوبنا، نفتكره ونبتسم، بس لازم دايما ندي نفسنا فرصة إننا نكمل ونعيش. لو عجبتك القصة دي ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتقولي في الكومنتات لو كنت مكان كول، كنت هتقدر تضحي وتتخلى عن الخاتم ولا لأ؟ أشوفكم في حكاية جديدة. باي باي.